سلام عليكم. الجزء التاني حاجات ينفع تشتريها وحاجات ما ينفعش تشتريها. طبعًا الشنطة اللي أنتم شايفينها دي شنطة تخزين تحفة جدًا تحطّي فيها الحاجات الصيفي. أنا شخصيًا بصراحة فادتني جدًا ونفعت معايا أوي. يعني بُصّوا، طولها وعرضها حاجة رهيبة جدًا. طولها حوالي متر كده، ده ممكن أحُط العيال فيها، حلوة أوي. يالّا بينا طبعًا تشتريها. عندنا طبعًا المنتج التاني، دي بقى الرول بتاعة الرخامة اللي بتمسحي بيها الرخامة، تمسحي الحوض أمّا يتبل وكمان تغسليها، تحفة جدًا. يالّا بينا بقى على المنتج التالت، دول 3 رول بينزلوا عرض كده مع بعض، ورق فويل على ورق زبدة على الstretch roll، بجد حلوة جدًا، كانت موفّرة جدًا. أمّا دي بقى العلاقات اللي بتحطيها على في المطبخ كده تعلّقي فيها فوط المطبخ، برضه مفيدة جدًا، بس إيه، لازم double face. أمّا ده بقى الغسول بتاع لبان الدكر، بيتكلموا عنه كتير جدًا وحلو أوي. ده بقى الأكياس التلاجة اللي أنا كنت محتاجاها أوي. دي طبعًا أكياس التلاجة اللي هي سهلة الغلق دي، اللي بتقفليها وتفتحيها بسرعة من غير ما تربطيها ولا حاجة، وممكن تغسليها، مفيدة بجد. أمّا المنتج اللي جاي ده بقى منتج غريب جدًا. بُصّوا، هو المفروض العلاقة دي بتعلّقي عليها مثلًا القارورة بتاعة المَيّة، بس طبعًا ضعيفة جدًا وحاساها لأ، ما تنفعش. لأ، أنا حاسة إن هي ما تستحملش قارورة المَيّة، لأ مش حلوة. أمّا اللي بعدها بقى دي ورقة تكتبي مكتوب عليها كل البهارات على البرطمانات، حلوة جدًا، والمعلقة التحفة الجميلة دي الهدية. أمّا ده بقى دي بقى السفنجة بتاعة الجلد، حلوة جدًا، بتاعة الجلد الميت، روعة. جِبت واحدة لبنتي، قُلت بقى الله! أمّا ده بقى الملاحة والفلفل الأسمر. طبعًا أنا شُفت شكلها، قُلت بقى حلوة جدًا على السفرة، بس طبعًا مقلب. أولًا الفتحات بتاعتها صغيرة جدًا وما تنفعش، ودوّختني بقى زي ما أنتم شايفين. بُصّوا، قاعدة ساعة أرتّب فيها، ده ينفع؟ لأ أنا زهقت، لا، لأ مش حلو، ما تشتروهاش. أمّا ده برضه البراية دي ما تشتروهاش، مش حلوة خالص. طبعًا ده بقى المَسَن حبيب قلبي، تحفة جدًا. المَسَن ده للسكاكين وللمقصّات، كل شهر لازم ألِم سكاكيني وأروح للراجل، كل شهر على كده، لحد ما اشتريت المَسَن التحفة ده. هنا بقى بُصّوا، كنت بالعب بالجزر بقى، بُصّوا حكاية. أمّا ده بقى 3 شاليمون كده تحفة جدًا، براحتي، قُلت بقى أشكِّل بقى وأبهركم. حلوين طبعًا للأولاد. أمّا ده بقى حلو جدًا للبرياني، للفراخ البرياني تحطيها فوق الرز، أو تطلّعي عليها الحاجات المقرمشة اللي هي الكنتاكي والحاجات دي. طبعًا البهارات دي تحفة. ال3 دول أول ما تشوفوهم، اللي هو هم 6 مع بعض، بس حكاية. تحطيهم في إيد التلاجة كده، ولا البهارات ترطّب ولا الهوا، لكن لو سِبتيهم برّه ممكن يرطّبوا، لأ حلوة جدًا بصراحة، عملية. تفرديهم كده وبعدين تجمّعيهم تاني كده في إيد التلاجة بالطول، ولا ياخدوا مساحة ولا حاجة، لأ أرجّعهم طبعًا. أمّا الإزازة دي حبيبتي جدًا، تحفة. أمّا دي بقى الإزازة بتاعة الair fryer، أو ترُشّي بيها الأكل بقى قبل ما يخُش الفرن، عملية جدًا. ما تنسوش اللايك والاشتراك بقى يا حلوين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك.